أكثر من 30 عاما وهاتان اليدان تعجنان طين الأرض بقش قمحها وتصنعان الفرن الطيني المعروف فلسطينيا بالطابون. الحجة أم نضال توارثت هذه المهنة عن الجدات، تعتاش منها وتتمسك بها خوفا عليها من الانقراض بعد اعتماد معظم الناس على شراء الخبز من الأفران الآلية. مهنة سرها في بساطتها وفي حرفية اليد وخبرة السنين. نجيب له عجين زي ما بنعجن العجين، يعني باخذ وقت وجهد وبتعب. هسه هذه أول ردة، تنشف بنعمل أخرى واحدة يكمل، بعدها بنعمل الحديدة. عندنا في البلد هان تليل وما ندر، يعني بتلاقيش في بلدنا 8 توابين في المستخدمات، وبنزغروا فوق. ليش؟ مشان الحرارة تضل مخزن حرارة أكثر. بخفة تتمايل كراقصة شعبية، تحمل الحاجة أم رافع عجينها على رأسها في الصباح الباكر إلى هذه الغرفة الصغيرة، حيث يطمر الطابون الطيني في الأرض المحاطة بالجمر ليبقى محافظا على حرارته، ليتسنى لها استخدامه متى شاءت للخبز أو الطبخ. بنجيب طحين من نخله احمر وبيض، هذا قمح نصه ونصه بيض عادي، وبنعجنه وبنحط له خميره. لما يستوي بنطيح نخبز في الطابون 24 ساعة. بنحط صواني، بنطبخ فيه، بنعمل دوالي دجاج، أي إشي بنعمله فيه. يعني بطفيش، يعني كل 3-4 نسوان كان في طابون أو أكثر، 4 عيال بس يخبزني الصبح ويخبزني المغرب. يوم بدناش نخبز بنروسه المغرب مرة واحدة، بنحط له جفيت وبنحط له هذا الزبل هيو زبنه. يعني بتطمروه؟ بنطمره. لا يحلو مع رغيف خبز الطابون المميز إلا الزيت والزعتر والزيتون، فبعد أن كان طابون الحي ملتقى النسوة أصبح تراثا لا يتمسك به إلا قلة من كبار السن في بعض القرى والأرياف. الطابون لم يكن مكانا فقط بالنسبة للفلسطينيات لإعداد الخبز والطعام، لقد كان مكانا أيضا للتواصل الاجتماعي. كنا يتحلقن حول هذا الفرن ليتبادلن أطراف الحديث وأخبار القرية، فيما يعرف في أيامنا هذه بالشات على مواقع التواصل الاجتماعي. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من قرية عينبوس جنوب نابلس.